عمي مش عايزه تشتري حتتين هدوم يا بامبا؟ لك يا ابو سيد. لا يا بامبا. امال للولاد؟ ليا ايه وولاد ايه؟ ليك انت يا بامبوز. معقول الكلام اللي بتقوله ده يا ابو سيد؟ اسم الله عليك، ده انت القرش ما بيطلعش من جيبك الا بخلق الضرس. انا يا بامبا؟ ايوه انت يا ابو سيد. ابدا يا بامبا، انا مادام معايا فلوس ما اتاخرش ابدا. جميل. والفلوس موجوده النهارده؟ الحمد لله. طب يا اخويا ليمني ايدك على 50 جنيه قبل ما ترجع في كلامك. اتفضلي يا بامبا، اتفضلي يا ستي. واسم الله عليك، هم كده بقى والبس عشان ننزل. مستني ايه؟ على فين؟ على وسط البلد يا اخويا، اشتري كل اللي نفسي فيه. قومي يا بامبا يلا. ونزلنا يا حبيبتي على وسط البلد، ودخلت لك على محل من بتوع الأقمشة اللي تشرح القلب، وقعدت يا حبيبتي انقي، واللي يعجبني اركنه على جنب. نقيت لك اسم الله عليكي 3 حتت قماش، اللي 3 امتار واللي 4، لكن عايزه الحق الوانهم كانت تهبل تاخد العقل كده، وبقيت يا حبيبتي هطير من الفرحه. وابو سيد سالني عاجبك القماش ده يا بامبا؟ هو ده يا ابو سيد اللي كان نفسي فيه. كده اهو، خلاص اقطع القماش اللي بتقولك عليه ولو سمحت. وخدت يا حبيبتي ال3 حتت وادوله يا اختي البون، ورجع من الكيس ما معاش من 50 جنيه غير 25 قرش. وماله يا بامبا فداكي. لكن يا اختي يا دوب رجعت على البيت وبوري القماش للست سعاد، لقيتها بتقول لي ايه الالوان دي يا خالتي بامبا؟ مالها يا ست سعاد؟ بلدي يا خالتي بامبا، هو معقول انت تلبسي الالوان البلدي دي؟ انت متأكدة يا اختي انهم بلدي؟ هم بلدي بعقل، نقديهم ازاي دول يا خالتي بامبا؟ هو انا لا مش انا يا اختي اللي نقيتهم، مش انا، لا 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 اسم الله عليكي، ده اللي نقاهم ابو سيد. بصراحة كده لو انا مكانك لا يمكن البسهم. شفتي يا اختي، وانا اللي كنت فاكراهم حلوين، وحياتك نفسي اتصدت من ناحيتهم، ورحت على ابو سيد عدل. الله، في ايه يا بامبا؟ القماش ده ما يلزمنيش. نعم. لونه بلدي، وانا مش عاوزه حاجه الا فرانكه كده. فرانكا؟ امال ايه؟ مش انت اللي منقياهم يا بامبا؟ ماليش دعوه، منقياهم مش منقياهم، انا مش عاوزاهم وخلاص. طب وانا هعمل ايه يا بامبا؟ بقى كلمه توديك وكلمه تجيبك، ده لونهم حلو قوي، لونهم جميل. وحياتكم ولا سالت فيه، ونزلت جري على المحل انه يرضى يرجعهم، لا ممكن ابدا. شافتهم يا حبيبتي الست ام اسماعيل، راحت شارياهم مني ال3 حتت ب30 جنيه، ورحت يا حبيبتي اشتريت بال30 جنيه حتتين قماش تانيين يجننوا، ورجعت بيهم وانا فرحانه فرحه الدنيا. تقوم يا اختي تشوفهم الست امال تقول لي ان لونهم قال ايه عجايزي. انا يا اختي البس لون عجايزي ليه؟ هو انا عجزت؟ فاشر العدوون اللي يكرهوني، غيرش بس الهم. وانزل يا حبيبتي عشان ارجعهم، المحل ما يرضاش ابدا يرجعهم، واضطريت يا حبيبتي ابيع الحتتين القماش اللي جرتي ب15 جنيه، والف يا اختي في وسط البلد علشان الاقي حتتين قماش ب15 جنيه، وحياتكم ابدا. وارجع يا اختي للراجل ابو سيد عشان يكمل لي اجيب حتتين قماش، قال ايه يا اختي ما يرضاش. شوفي يا اختي الراجل البخيل عايزني يا اختي انكسي ب15 جنيه بس. نعم، ما هو لو كانش ليكي 100 رأي يا بامبا و100 ودن بتسمع الكلام ده والكلام ده وتروح تبيع الحاجات بنص تمنها، ما كانتش ضاعت الفلوس علينا. ذنبك على جنبك، مفيش غير كده. شفتوا بقى يا اختي الراجل البخيل؟ جلده بقول لكم القرش ما يطلعش الا بخلع ضرسه. شفت يا اختي الراجل اللي عايز يكسي مراته ب15 جنيه؟ دول ما يجيبوش حتى فستان واحد. مش بقول لكم ماليش بخت مع الراجل ده ابدا، يا عيني عليا.